تعرف الاسم؟ سعيد عبد الحميد، محامي مصري. ايه رأي حضرتك يا فندم، ايه اللي هيفعل القضية الفلسطينية؟ توحد الشعوب العربية. توحد سيبك الشعوب. من القادة، خلاص القادة خدوا مجالهم. توحد الشعوب العربية هي اللي هتوحد قضيتنا، هي اللي هتساعد على تحرير فلسطين، والحل هيجي من الشعوب مش هيجي من الحكام. الحل هيجي من الشعوب. الحل من الشعوب. طب دور جماعة الدول العربية؟ دور ميت. دور دور ميت، ليس الجماعة العربية هي دور. تفتكر حضرتك ان كامب ديفيد كانت نكسة ام كامب ديفيد من وجهة نظري الشخصية استسلام وليست سلام. لا، كانت نكسة لتهميش القضية الفلسطينية. نكسة الأمة العربية كانت. طب تفتكر حضرتك اختلاف ما بين فتح وحماس هو ده برضو السبب من أزمات؟ خلينا نقول ان التفرقه التي وضعها الكيان الصهيوني داخل الاطارات العربيه بصفه عامه، سواء كانت فتح او حماس او اي تحالف عربي، ده موجود من نسبه اسرائيل الى الان. يعني في وقت من الاوقات كانت حماس وفتح كويسين جدا، وكان في مقاومه محترمه في فلسطين، ولكن الكيان الصهيوني دائما رسالته هو التفرقه يعني. طب تفتكر حضرتك ان ثورات الربيع العربي كان لها دور في تهميش القضية أو الربيع العربي لم تأتي ثورات كاملة، ولكن كانت نصف ثورات انقلبت على الشعوب بكل أسف. لم يكن هناك ربيع عربي، تحول هذا الربيع إلى خريف بكل أسف. طب حضرتك لو في رسالة حابب توجهها للشعب المصري عشان يهتم بالقضية الفلسطينية؟ أقول إن القضية الفلسطينية ليست الفلسطينيين، القضية الفلسطينية هي لب القضية العربية نفسها، هي تواجدنا إحنا، وجودنا. مشكلتنا مع الكيان الصهيوني مشكلة كينونة وليست مشكلة حدود. بي اور نوت تو بي، احنا مشكلتنا مع اسرائيل ان نكون او لا نكون. اسرائيل هدفها واضح من العالم اللي احنا النهارده دوسناه، من النيل الى الفرات، هدف بيسعى اليه منذ نشأة اسرائيل الكريهة والى الان. فيجب ان ننتبه ان اسرائيل مش هي الكيان الامن اللي موجود النهارده في الشرق الاوسط. هذا الكيان الامن اللي موجود في الشرق الاوسط ده بيسعى دائما لتكوين اسرائيل الكبرى، وده هدف عندهم. احنا لازم ننتبه للنقطه دي، لان كده احنا في ضياع ان لم نتوحد. طب تفتكر حضرتك حصول مصر على مقعد غير دائم في مجلس الامن مع القضيه ولا ضدها؟ والله قد يكون مع القضيه اذا احسن، او هنقول بقى بحسن النيه اذا كان هناك من يسعى الى حل هذه القضيه. هو حضرتك في حسن نيه في دم؟ من وجهة نظري الشخصية لا. من وجهة نظري الشخصية ما فيش. من وجهة نظري الشخصية ان ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة. وأن فلسطين لن تعود بمفاوضات أو تعود بمعاهدات أو إلى آخره. فلسطين لن تعود إلا بمعركة. ده شئنا أو لم نشأ.